المالح والحلو من عجينة وحدة، عجينة قطنية خفيفة رطبة بزاف، بدون دلك بدون عجن، عصير طبيعي 100% بمكونات متوفرة في كل بيت. العجين حضرت منه باغيت بحشوة مالحة اللي كتجي من أروع ما يكون، كل شي ساهل وكل شي بسيط، ووصفة اللي ناجحة 100%. هذا الباغيت المالح، وهادو الفطائر الحلوين اللي فيهم الشوكولاتة، كتجي واحد العجينة اللي ممتازة جدا بلا دليك، من أروع ما يكون. نمر المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي كأس ونصف من دقيق القمح الفينو، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من سكر سنيدة، ملعقة صغيرة من الملح، علبة من الياغورت الطبيعي، ضروري يكون ياغورت مسوس بدون نكهة، وزن 110 غرام، و300 ملي من الماء الدافئ ما يعادل 2 كيسان بكاس العنبة ديال الماء دافي. كنضيفو على المكونات كلها ونخلط بواسطة الطراب اليدوي فقط حتى كتنسجم هاد العناصر وكتفاعل مع بعضها البعض. مباشرة كنضيف نصف كأس من الزيت النباتي، وكنبدا كنضيف الطحين الأبيض. عندي هنا الكاس الاول ديال الفورس، وكنخلط مزيان بواسطه الطراب ديال اليد فقط. من بعد غادي نكمل الطحين حتى كنحصل على عجينه اللي كيكون القوام ديالها خفيف ورطب، ضروري هذا هو السر النجاح ديالها. غادي نعبر الكاس الثاني ديال الفورس، ونعبر كذلك الكاس الثالث، هذا الكاس الثالث ديال الفورس، وغنجمع ونشوف بقيه العناصر. كنجمع باليد ديالي بهذه الطريقه، غيبان لكم ان القوام ديالها بدا كيتجمع. ضروري وكنأكد السر ديالها خاصها تبقى خفيفه ورطبه. غادي نضيف الكأس الاخير، كنبقى كنضيف فيه شويه بشويه، ما نضيفوش كامل. ممكن تعوضوا هاد الطحين ابيض بدقيق القمح الكامل، ممكن ديروا الكميه كلها دقيق الفينو، كيبقى لكم كامل الاختيار. كنجمع العجين ونتاكد من القوام ديالها، خاصها تكون خفيفه كما لاحظتوا. كندهنها بالقليل من الزيت النباتي، ونمرر فيها العجين مزيان باش ما تبقاش كتلصق، ونغطيها ونخليها كتختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. ضروري ما تخمر مزيان. الوقت اللي غادي تخمر نمشي نحضر الحشوه اللي كتبقى اختياريه. خديت هنايا بصله وحده كبيره طحنتها في الروبو او كتقطعوها، فلفله خضراء مقطعه، 2 حبات ديال خيزو اللي هو الجزر مقشر وطحنته حتى هو، عندي الكمون، الملحه، الابزار، قزبر يابس، الهريسه، التحميره وسكينجبير. وكنشحر اما بزيت الزيتون او الزبده او زيت نباتي، لكم كامل الاختيار. في المرحله الاولى غادي نضيف دابا غير الملحه حتى كتنزل هاد المكونات وكيبدا كيدخل هاد الطياب كما كتلاحظوا. عاد كنضيف باقي العناصر، ممكن الكفته ديال اللحم، ممكن الكفته ديال الدجاج اللي بغيتو. انا خديت هنا الكفته ديال اللحم، وغادي نضيف التوابل اللي ذكرت معكم في الاول، ونشحر كلشي على نار مرتفعه دقائق قليله. ما تخليوش الكفته كتنشف بزاف. اخر مرحله درت لها المعدنوس مقطع ونخليها كتبرد. لاحظوا العجينه خمرات ليا ما شاء الله بضاعف الحجم ديالها، كتجي واحد العجينه اللي ممتازه. جربوها وغتشوفوا النتيجه. كنخرج منها الهواء في هذه المرحله هذه. ضروري ما نستعين في سطح العمل بشويه ديال الطحين ديال الفورس. كنقلب العجين، ممكن هنا تشكلوه نوع واحد، اما مالح اما حلو. في حالات كنتو بغيتو ديروه حلو في المرحله الاولى كتنسمو اما بالفاني ولا قشور الحامض، وكتزيدوا شويه ديال السكر. لاحظوا العجينه شحال خفيفه. قسمتها لكويرات وكنستعين دائما بشويه ديال الطحين لان العجينه خفيفه، هذا هو السر ديالها. وحتى داك الياغورت كيعطي واحد الهشاشه رائعه جدا. درت هنا قطع ديال الشوكولاته السوداء وكنجمع العجين. ما شاء الله العجينه راه خمرات كلها فقاعات رغم انها ما مدلوكاش كما لاحظتوا، كتجي زوينه بزاف.
كنوضعهم في الطاوة بشكل متباعد بما كملت الاخرين وغادي ندخلهم مباشرة لان العجينة عندي خامرة. العجين المتبقي غادي نديرو مالح، كنرش شويه ديال الطحين، غادي نديرو على شكل باغيت، ممكن ديروهم حتى هما على شكل برجر يعني يكونوا بشكل دائري، كتبسطوا هكا شويه. وغادي نوضع الحشوه اللي ضفت لها كميه ديال الفرماج كيكون محكوك، كتكون برداش بطبيعه الحال الحشوه، يعني عطيتكم المراحل كما هي تمشيو عليها. الحشوه كتبقى حسب الذوق، ديروا اللي بغيتو. وكنجمع العجين مع العجين كما كتلاحظوا، كنحصل على واحد الشكل اللي كيكون بهاد الصوره كما كتشوفوا باغيت. غادي نوضعوه حتى هو في الطاوه. نكمل التشكيل ديال القطعه الاخرى. لاحظتوا العجينه شحال خفيفه، السر ديالها هو هذا، كتجي رائعه رائعه جدا. ان شاء الله ندير معكم بها وصفات اخرى، كيجبع حتى الخبز زوين بزاف. صافي كنوضعهم حتى هما في الطاوه، راهم خامرين كما كتلاحظوا، يعني خمرات ليا العجينه في الاول مزيان. في هذه المرحله الا كانوا ما عندكم ما خامرينش خليهم واحد 5 حتى 10 دقائق، ومباشره كدهنهم. خديت واحد البيضه تكون كبيره، خفقتها مع ملعقه كبيره ديال الخل او ممكن الحليب السائل، خفقتهم مزيان وكندهن الوجه ديالهم. هاد ميني باغيت او باغيت درت ليه شرائط هكا بالموس، وغنزينو بزنجلان عادي، ممكن تخليوه حتى يطيب وديروا ليه فروماج محكوك وشويه ديال سيبولات ولا شويه ديال المعدنوس مقطع. وهذوك اللي فيهم الشوكولاته غادي ندير لهم زنجلان ابيض. وفي هذا الاثناء كنشعل الفران يكون متوسط درجه الحراره، ما تكونش نار قويه بزاف، ونخليهم كيطيبوا حتى يتحمروا ونخرجهم. عصير اللي كيتوجد في اخر دقيقه عندي فيه حامضه، برتقاله وتفاحه، ممكن تكتفيوا بهاد ثلاثه العناصر فقط. غادي نضيف انا بنانه اللي هي موزه، بطبيعه الحال حامض والبرتقال كيكون مغسول مزيان. كناخذ واحد شويه ديال القشيرات من الحامض والبرتقال، كيعطيونا واحد النكهه، كيعزوا لينا المذاق ديال العصير. اللي ما كيفضلش الحامض او كيتسبب ليه في حرقه مثلا، تكتفيو غير بنصف ليمونه حامضه فقط. انا كنأكد كتقشروها مزيان، تحيدوا داك اللب الابيض ودوك العظيمات اللي كيكونوا الوسط، هما اللي كيعطيو المروره للعصير. يعني قشروها مزيان، او ممكن ديروا غير نص ليمونه حامضه فقط. لاحظوا الداخل ديالها غادي نلقى فيها العظيمات، ضروري ما تحيدوهم، ولا بالكم شي خيط هكا كيكون ابيض كتحيدوه لانه هو اللي كيعطي المروره للعصير. غادي نضيفهم في الخلاط الكهربائي. هذه القطعه فيها الخيوطه بزاف بيضين، غادي نحيدها. الا كان عندكم الخلاط الكهربائي كيطحن مزيان بلا ما تصفيو هذا العصير، كان عندكم الخلاط ما كيطحنش مزيان صفيه. انا ما غاديش نصفيه نهائيا، غير طحنوه مزيان. كنضيف الليمونه حامضه، البرتقاله حتى هي غادي نضيف منها واحد شويه ديال القشيرات هكا، كيعطيو مذاق رائع جدا. ممكن ما ديروش بطبيعه الحال، حتى هي غادي نقيها ونقشرها ونحيد اي خويطات بيضين ولا فيها شي عظم لداخل كنحيدو وكنقطعها. هانتوما داكشي اللي داخل غادي نحيدو، ما غاديش نستعملو داك الخيوطه اللي كيكونوا بيضين. الا كان الجو ساخن غادي تستعملوا الماء اللي يكون بارد، كان الجو هكا معتدل راه كديروا غير الماء من الروبيني. غير الفواكه تكون بارده بطبيعه الحال. التفاحه حتى هي غادي نقشرها، كنتو غادي تصفيه ممكن تطحنوها بالقشره ديالها. صافي غادي نقيها هكا مزيان، ونضيف حتى الموزه واحده، والسكر كيبقى حسب الذوق بطبيعه الحال، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش بلاش. كنضيف واحد الكميه قليله ديال الماء باش كنطحن هاد العناصر كامله. ضروري ما يطحنوا مزيان، عاد كنضيف الماء الكافي. نتوما كتحكموا في كثافه العصير حسب الماء اللي غادي تضيفوا، وكنقدموه مباشره، يعني كيتحضر في وقت وجيز في الدقائق الاخيره. كيتقدم كيكون بارد، او ممكن كتضيفوا ليه مكعبات ديال الثلج عند التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا، العصير والعجين اللي فيه الملح والحلو. بطبيعة الحال كتكون اضافات في مائدة الافطار، اللهم اديمها نعمة واحفظها من الزوال. هذاك
الباغيت اللي بحشوه مالحه، والفطائر الاخرى اللي درتهم بالشوكولاته. عندي تما بريوات بكاوكاو والتمر. كتكون الحريره المغربيه، كيكون البيض مسلوق، كل واحد حسب الاستطاعه ديالو، كل واحد حسب الطاقه ديالو. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الباغيت اللي بحشوه مالحه، كتجي من اروع ما يكون. العجينه اللي ممتازه جدا، كنتمنى انني نكون مبالغتش فيها، ولكن جربوها باش تعرفوني علاش كنهضر ان شاء الله. وهادو اللي بالشوكولاته ممكن ديروا اي حشوه بغيتو، ممكن ديروا فيهم حتى النافع والزنجلان، ممكن ديروا مخبيزات هكا صغار، يعني تقرصوهم بالسميده ولا بالنخاله، ولا كيبقى لكم حريه الاختيار. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بجوج. وبصحة والراحة، كانت معكم ريحانة كمال، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. خليت لكم الراحة، في أمان الله.